السلام عليكم. تخيل تصحى في يوم تلاقي الإنترنت اختفى فجأة، مفيش فيسبوك ولا يوتيوب ولا حتى جوجل. تفتكر إيه اللي ممكن يحصل؟ حياتنا اللي بقت معتمدة على الإنترنت في كل حاجة سواء التواصل أو الترفيه وحتى الشغل هتبقى عاملة إزاي لو فجأة الإنترنت اختفى؟ مش مجرد عطل بسيط أو مشكلة في الشبكة، لكن بنتكلم عن اختفاء كامل. إزاي هنتعامل وإيه اللي ممكن يحصل للعالم كله لو فجأة الإنترنت اختفى؟ أنا أحمد حفني، ولو لسه جديد ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار. أول يوم بدون إنترنت هيكون أشبه بنهاية العالم بالنسبة لناس كتير. الناس بتحاول تفتح السوشيال ميديا أو تدخل على التطبيقات اللي متعودة تستخدمها وكلها مش شغالة. الكل هيفكر إن المشكلة عنده شخصيا، أكيد الراوتر عطلان أو أي حاجة، لكن بعد وقت قصير الكل هيكتشف إنها مشكلة عالمية. كتير من الناس حياتها معتمدة على الإنترنت بشكل كامل، سواء في شغلهم، دراستهم، أو حتى تواصلهم مع أهلهم. والشباب اللي متعودين يقضوا ساعات على تطبيقات زي تيك توك وإنستجرام هيدخلوا في حالة ذهول. والأفراد اللي بيتواصلوا مع عائلاتهم أو أصدقائهم في بلاد تانية هيفقدوا وسيلة التواصل الوحيدة. والتجار اللي بيعتمدوا على البيع أونلاين هيلاقوا شغلهم كله وقف فجأة. وفي الشوارع المحلات اللي بتستخدم أنظمة دفع إلكتروني مش هتعرف تبيع أي حاجة، وأي حد ما معهوش فلوس كاش مش هيقدر يشتري حتى أبسط الاحتياجات. والمطاعم اللي شغالة على تطبيقات التوصيل مش هتلاقي طلبات، والناس اللي اتعودت تطلب أكل أونلاين هتضطر تطبخ لأول مرة بنفسها. وفي اللحظة دي الكل هيحس قد إيه الحياة كانت معتمدة على الإنترنت في كل حاجة. اختفاء الإنترنت مش مجرد حاجة هتضايق الناس اللي متعودة تقضي وقتها على السوشيال ميديا، لكنها كارثة هتأثر على العالم كله. البنوك والمحلات التجارية اللي بتعتمد على الإنترنت في تسجيل المبيعات أو التحويلات المالية هتتعطل تماما، وشركات الاتصالات نفسها هتتعطل لأن أغلب خدماتها معتمدة على الإنترنت بشكل أساسي. وكمان الناس اللي بتحجز تذاكر سفر أونلاين أو الناس اللي عندها مقابلات مهمة وبتتعامل مع الإنترنت بشكل كبير، كل دول اختفاء الإنترنت بالنسبة لهم هيكون كارثة. وفي الحياة اليومية الناس اللي بقت متعودة تدفع كل حاجة أونلاين هتتفاجئ إنها لازم ترجع تتعامل بالكاش، واللي مش معاه فلوس كاش هيبقى في أزمة كبيرة. والجيل الجديد اللي اتولد في عصر الإنترنت الوضع بالنسبة له هيكون أشبه بنهاية العالم. وبعد كده وسائل الإعلام العادية هتحاول تلعب دور في شرح الوضع، لكن عدم وجود الإنترنت هيقلل قدرتها على الوصول للناس. بسبب اختفاء الانترنت الشركات العملاقة اللي زي امازون وجوجل ممكن تنهار. امازون اللي شغالة على التجارة الالكترونية هتخسر كل عملائها فجأة، وجوجل اللي هي اكبر محرك بحث في العالم هتفقد اهميتها لان مفيش حد هيقدر يدخل عليها اصلا. والاقتصاد العالمي كمان هيتأثر لان اغلب الشركات دلوقتي بتعتمد على الانظمة السحابية اللي محتاجة انترنت عشان تشتغل. وكمان البورصات العالمية اللي بتعتمد على التداول الالكتروني كلها هتقع. المستثمرين هيلاقوا نفسهم مش عارفين يحركوا اموالهم او حتى يشوفوا قيمة استثماراتهم. والعملات الرقمية زي البيتكوين هتبقى ملهاش اي قيمه لان مفيش انترنت بيدعم الشبكات اللي بتشغلها. وحتى شركات الخدمات زي اوبر ونتفليكس هتتعطل بالكامل. السواقين مش هيلاقوا رحلات، والناس مش هتعرف تتفرج على المسلسلات والافلام. وشركات التكنولوجيا اللي قيمتها بالمليارات هتلاقي نفسها فجاه مش قادره توصل خدماتها، والاسهم بتاعتها هتنهار في لحظات. لكن دي هتكون مجرد البدايه لان اللي جاي بعد كده اصعب بكتير. اختفاء الإنترنت مش مجرد مشكلة تقنية، لكنه أزمة اقتصادية ضخمة هتهز العالم كله. البورصات العالمية اللي بتعتمد على التداول الإلكتروني هتنهار في لحظات. المستثمرين مش هيعرفوا يشتروا أو يبيعوا الأسهم، والأسواق المالية هتدخل في حالة تجمد كامل. والاقتصاد الرقمي اللي بقى العمود الفقري للمعاملات التجارية هيختفي فجأة. وملايين الشركات اللي بتعتمد على الإنترنت في تجارتها مش هيكون عندها أي وسيلة لإدارة أعمالها، وده معناه إفلاس وخسائر بالمليارات. وقطاع العملات الرقمية هيبقى ملوش لازمة لأن البيتكوين وباقي العملات المشفرة بتعتمد على الانترنت عشان تشتغل. بالتالي بدون انترنت مفيش تحويلات ولا تداول ولا في قيمه فعليه للعملات الرقميه، وده هيخليها تنهار. والبنوك اللي كانت بتعتمد على الانترنت لاداره الحسابات والمعاملات مش هيبقى عندها اي وسيله سريعه لمتابعه العمليات الماليه. والناس اللي متعودين على المعاملات الرقميه هيلاقوا نفسهم مضطرين يرجعوا للكاش، واللي هيختفي بسرعه من السوق بسبب الطلب عليه. ومع الوقت العالم هيبدا يدخل في ازمه اقتصاديه ما حصلتش قبل كده. الشركات هتنهار ومعدلات البطاله هتزيد والفوضى الاقتصاديه هتسيطر على كل حاجه. لكن السؤال هنا، هل الحكومات عندها خطة لمواجهة الكارثة دي لو حصلت، ولا العالم هينهار لو الإنترنت اختفى؟ الصناعة والتجارة في العصر الحديث بقت معتمدة بشكل أساسي على الإنترنت، سواء بقى في تشغيل المصانع أو إدارة المخزون أو حتى تنسيق عمليات الشحن والتوزيع. لكن مع اختفاء الإنترنت كل حاجة هتقف فجأة، والشركات اللي بتعتمد على التكنولوجيا في الإنتاج هتواجه كارثة. أول قطاع هيتضرر هو التوريد والشحن، لأن كل الأنظمة اللي بتحدد مسارات الشحن وتتبع المخزون معتمدة على الإنترنت. مفيش شركة هتعرف تتابع بضائعها ولا تحدد أماكنها، وده هيؤدي لنقص كبير في المنتجات. المحلات مش هتعرف تجيب بضاعة جديدة، والمصانع مش هتلاقي مواد خام، وعمليات التصدير والاستيراد
الافتراض هتقف بالكامل، والمصانع اللي شغاله بانظمه الكترونيه او روبوتات بتاخد تعليماتها عن طريق الانترنت هتقف عن العمل فورا. حتى المصانع التقليديه اللي معتمده على البشر هتواجه صعوبه في تنظيم الانتاج والتوزيع، وده معناه ان انتاج السلع الاساسيه زي الاكل والدواء هيقل بشكل كبير، وقطاع التجاره الالكترونيه هينهار لان شركات زي امازون وجوميا وكل مواقع البيع اونلاين مش هيبقى ليها اي دور في العالم الجديد. المحلات العاديه ممكن تستفيد لفتره، لكن مع الوقت نقص البضاعه وزياده الطلب هيخلي الاسعار تزيد، والناس هتبدا تواجه ازمه في توفير احتياجاتها اليوميه. ومع الوقت العالم هيبدا يدخل في حاله من التراجع الاقتصادي ما حصلتش قبل كده، الانتاج هيقل والاسعار هتزيد والحياه هتكون اصعب بكتير. ارتفاع الإنترنت هيعمل فجوة كبيرة في التواصل بين الناس، العلاقات اللي كانت قايمة بالكامل على الشات ومكالمات الفيديو هتنتهي، واللي عنده قريب في بلد تانية مش هيقدر يكلمه بسهولة، والمغتربين هيحسوا إنهم معزولين تماما عن أهلهم، والعلاقات العاطفية اللي بدأت أونلاين هتواجه صعوبة كبيرة في الاستمرار. لكن مع الوقت الناس هتبدأ تخرج من العزلة الرقمية اللي كانوا عايشين فيها، مبقاش في سوشيال ميديا تسرق الوقت، ومفيش واتساب أو ماسنجر يخلي الكلام كله سريع ومختصر. الناس هتضطر ترجع تتكلم بشكل مباشر وتقضي وقت أطول مع بعض، والتجمعات العائلية اللي كانت شبه اختفت هترجع تاني، وحتى في الشوارع الوضع هيكون مختلف، بدل ما كل واحد ماشي في حاله ومشغول بموبايله الناس هتبدأ تتفاعل مع بعض اكتر. الجيران اللي كانوا مجرد اشخاص اغراب ممكن يبدأوا يتكلموا ويتعرفوا على بعض، والاصدقاء اللي كانت علاقتهم مقتصرة على شات اونلاين هيلاقوا نفسهم مضطرين يقابلوا بعض بشكل مباشر. لكن مش كل حاجة هتبقى ايجابية، لان البعض ممكن يدخل في حالة من الاكتئاب، خصوصا الناس اللي حياتهم كانت معتمدة على الانترنت في كل حاجة سواء في الشغل او الترفيه. واي شخص متعود يكون عنده مجتمع كامل اونلاين ممكن يحس انه فجأة بقى وحيد تماما. اختفاء الإنترنت مش هيكون مجرد مشكلة للأفراد والشركات، لكنه هيخلق أزمة ضخمة للحكومات والأنظمة السياسية في كل مكان. الإنترنت بقى أداة أساسية في إدارة الدول، سواء في التواصل مع المواطنين أو حتى السيطرة على الأوضاع الأمنية. لكن بدون الإنترنت الحكومات هتفقد جزء كبير من قدرتها على السيطرة والتواصل، وده ممكن يؤدي لحالة فوضى سياسية ما حصلتش قبل كده. أول أزمة هتواجهها الحكومات هي انقطاع التواصل الرسمي. الأحداث والأخبار وحتى القرارات الحكومية اللي كانت بتوصل للناس في لحظات عن طريق الإنترنت هتاخد وقت طويل، والحكومات هتستخدم وسائل بديلة زي التلفزيون والراديو والصحف الورقية، لكن المشكلة إن الوسائل دي انتشارها وتأثيرها أقل بكتير، وفي بعض الدول الأوضاع الأمنية ممكن تنهار بالكامل. الجرائم هتزيد بشكل كبير لأن أنظمة المراقبة الذكية المعتمدة على الإنترنت ما بقتش شغالة، وكمان الشرطة والجهات الأمنية هتلاقي صعوبة في تتبع الأحداث، والتنسيق بين الأجهزة المختلفة هيكون شبه مستحيل. وعلى المستوى الدولي العلاقات بين الدول ممكن تتوتر بشكل كبير. الدبلوماسية الحديثة معتمدة على الاتصالات السريعة والاجتماعات الافتراضية، وكل ده مش هيكون متاح، والحكومات هتحاول تطور حلول بديلة زي إنشاء شبكات محلية أو الاعتماد على أنظمة اتصال قديمة زي التلغراف والراديو. لكن المشكلة إن الحلول دي مش هتكون كافية لتعويض الخسارة الفورية للإنترنت، وده هيخلي بعض الدول تلجأ لإجراءات قوية للحفاظ على النظام، زي فرض حظر تجول أو تقييد حرية التنقل أو حتى استخدام القوة للسيطرة على الفوضى. في النهاية اختفاء الإنترنت مش مجرد فكرة خيالية، لكن ده ممكن يحصل بسبب أسباب كتير زي الكوارث الطبيعية أو الهجمات السيبرانية الكبرى، وحياتنا اللي اتعودت تبقى معتمدة على الإنترنت في كل حاجة محتاجة إعادة تفكير. والسؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، هل إحنا جاهزين نعيش من غير الإنترنت لو ده حصل؟ وهل ممكن نستفيد من الموقف ده عشان نرجع للجانب الإنساني في حياتنا؟ أخيرا لو الحلقة عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار، وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتقول لنا حابب نتكلم عن إيه بعد كده. سلام.